يا صار بين لك من القول مجد امين بخريستوس يسوس بن شويس اختتم شليل فلوكيسون إيري باسي تبني ماتيسو مارين شبه وتدت من بني وربسناني ونايت بنوت فيوتن بن شويس وبنوت بن ستير صوت بخريستوس لنا وسترنا وأعنا وحفظنا قبلنا إليه أشفق علينا عضدنا تبين لهذه الساعة هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل بشويس بن نوتي روسك ساستي يسوع بشويس بن نوتي بانتوكراتو رفيوت بن شويس وبن نوتي بن ستير سوس بخريستوس نشكرك يا رب على كل حال أجل كل حال وفي كل حال كأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة اطلبوا الكرح من الأطراف علينا واسمعنا وعينا ويبقوا صلاة وطلبك القداس من مسلعنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب رحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر منحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعهم يا رب عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة وموضعك المقدس هذا أما الصالحات نافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا سلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو كيريا ليسون تنوش تم بيوت نمبشي إيرينم ببنك وصواب تريال صواب نوموسيوس شرتي اكليسيا بينتني انجلو شرتي بارثينوس تاس مسبي انسوتير شيريني ماري اياتي اتشرمية اسنسي تصميسينا نمتنوتي بلوغل Abin šoisi sud be Christo, o sereniste vineri, egonimne unimne golshain tefsotten chen novi. Anon hon marinerineste vi in chen otovonem mesmi o antin erur sef kestin o shevo lengo emos. Evniotet chen efeoi marifto voinje, بكران مارس إنجتك متورج بكبيو شايني آمين Jeremichai ilbin اشتنار شيئا أنجلو شر غبريل بفاشنو شر رافائيل بونوفني شيرينا كوفي مارتيرو on شيرين بيشوينجنجي Enne o Jeremias vort bashis vor gorgios Theodors bestratelletit nobetir mercoriot amin antini voet kriemen o begeniot kriem famun berkos mneso abintek mimni choros tim martirus ababetrot artirol Jerusalem bareseno hostis od ben Kyrie emni işeret versus yagia
emidim yani ithinni برزبيا تتسوتو قوسوان أب ماريا بشويس أريك مطمل بكوي بولين تنمو بيسرنو سرو Bekyoten agasos nembevne vaysoev Jaki aksotiemmo onnayna شليل فلوغيسون إيرين باسي نماتيسو وأيضا فلنسأل الله العبد الكل أبو ربنا لنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اسكن يا رب نفوس عبيدك آبائنا وإخوتنا الذين رقدوا اطلبوا عن أبانا أخواتنا الذين رقدوا وضنا في الإيمان وبالمسيح منذ الباب أبانا القديسين راسل أساقب أبانا أساقب أبا كما مساب الكس وأخواتنا الشمامسة أبانا ربنا وبنا الأمانين وعن كل المسيح لك المسيح لنا نحن نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن هذا نستمع رحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب رحم تفضل يا ربنا يحيي نفوسهم جميعا في حدنا بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علوم جميعا على موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النايم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمت كموعظك الحقيقية غير الكاذبة أهب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين وما لم تسمع بأذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحبي اسمك القدوس لأنه لا يكون موت عبيدك بل هو انتقال وإن كان لاحقا توانيا أو تفريط كبشرين وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل نفوس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونات كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا ربنا يرحم واغفر لهم لأنه ليس أحدا طاهر من دناس ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض أمهم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفاءات قديسي يا رب تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم وهذه الليلة ونحن بغير خطيئة مبارك أنت أيها الرب لا أبانا مزاد بارك واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد آمين ولتكن رحمتك علينا يا رب كما استكلنا عليك لأن أعين كل ترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعام في حينه اسمعنا الله مخلصنا رجاك ترى الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا وتنقذنا من هذا الجيل إلى الأبد آمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أنا لي برك
يا رب رحمتك دائما الأبد عمال يديك يا رب لا ترفضها إنك يا رب ست لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي إني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك أنبوء الحياة بنورك يا رب معين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك برك المستقيم القلوب لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس كان منذ البدء والآن والأبد الآبدين آمين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل لاسمك أيها العلي وخبر برحمتك في الغدوات وحق في كل ليلة. ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد السماوات ارحمنا. مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودار الدور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا آثامنا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم. يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيئة يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك. أن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين. ومجعل المستحقين يكون بشكر يا أبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وبذلك الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا مسلمين إلينا. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. Kristus Isus ben shoysamin alleluia. Shirinetin teo eros esuas motin barsin sinimentimas nusmam verstus. أني وأنت نبروسف كيف شوي هابي شيري من ريت كان نوفين هانيفو. Shirse tasmisin anim pioin intap mi vers benoti varsesua. ماتي هو ام بشوي سيري جون انت فروناين من نفسيك انت كان نوفين هانيفو. Ti varsinus Mariam ti sotukus wak te vrustas fitnoti vingerstit metromi. أربرس فافينا ريا جون نهر بخريستوس في تارك وفوبوس انت فريم وتنرم كوفرنتين النوفي. Isus bechere tos entefkanen novi nanevol. Neknayuba shoistinu smu shainen tebiene Allah yejingu shagau tinagu entek mesmi kherroin. Anomi abishi seta afe o Averosh eri egoi efnoti sotem ebafi ahom hi owi emo evol haroi. Aritim fritim bitolonis beetam ernovierok akshinit eriego favkanif novina fevol. Aritim fritim tiborni se taxoti emosevol actogos acnohe memosje asra nakem bekem su. Aritim fritim bisoni vietav ashpensatek oinam
irmulgin mokem bayriti evgoemos. Jari ba me vi o be shoy se ari ba me vi o be noti ari ba me vi o be uru أكشن إيخنتك متقورو. سبح مراحمك يا ربي إلى أبد الأبد، ومن جيل إلى جيل بفمي أخبر بحقك. أسمي علت على راسي وثقلت علي، يا الله اسمع تنهدي وأطرح عني مثل العشار الذي أخطأ إليك، وطرفت عليه وغفرت له خطايا. اجعلني مثل الزانية التي خلصتها وأنقذتها ونجيتها لأنها أرضتك أمامك. اجعلني مثل اللص الذي صلب عن يمينك، وأعطى ربك كذا قائلا اذكرني يا ربي، اذكرني يا إلهي، اذكرني يا ملكي متى جئت في ملكوتك. فأنت يا مخلصي قلبك اعترافه، وطرفت عني وأرسلت إلى الفردوس. وأنا أيضا الخاطي يسوع إلهي ملك الحقيقي، تحنن علي واجعلني كأحد صالح ورؤوف ورحيم. اذكرني برحمتك إلى أبد الآب. تطلب إليك يا رب يسوع لا تبكتني بغضبك ولا بركزك تؤدب جهالاتي، لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع ويحيا. ترى أفعال ضعفي ولا تنظر إلي بغضب. أخطأت يا يسوع ربي، أخطأت يا يسوع إلهي، يا مالكي لا تحسب علي الخطايا التي صنعتها. أسألك يا مخلصي فلتدركني مرحمك لكي تخلصني من الشدائد المضادة لنفسي. لا تحرك عدم معرفتي مثل سادوك، ولا تهلكني أيضا مثل عمورة. لكن يا رب اصنع معي مثل أهل نينوى الذين تابوا فغفرت لهم خطاياهم. لكن فلتدركني سريعا مراحمك يا ربي، لأصرخ مع هذا الشعب بصوت لا يسكت. من أجل هذا اطلب إليك أيها الرب لمخلصي، لا تحاكمني أنا الضعيف الخاطئ. لكن حل واغفر لي زلاتي الكثيرة، كصالح ومحب البشر ارحمنا كعظيم رحمتك. تينستيان بشليل الصوب بصوت نفسيشي بيطوفون امتيم اسمين صوب شبرنا في مفنوتي. كنسي سيتاس أولي مويسي سجن بيتو شانتي بتشي بينو مصنان إفول هيتين بشوي سفنوتي. تينستياس إيتاس أولين إلياس بشويت في واسنوهم دانيل إبل فلاكوس موي. Abin şoysiz beğeristos ereneste vineriegon enhmen ehon memen gorşan tefsotte ennen novi. كانون مارينيرين استوين خنو طوبون مو مسمي وانتنير مرزب شستي وشيفون قويم وج. جبن يوتت خني في هو معرفته وانجي بكرات مارس إنجتك متور جبب بيوشاني إني. الصوم والصلاة وما خلص نفوسنا والطهارة والبر هما اللذان يرضيان الله. الصوم هو الذي رفعني إلى الجبل حتى أخذ لنا الناموس
من قبل الرب الإله السمو الذي رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود. ربنا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة حتى خلصنا من خطايانا. ونحن أيضا فلنصوم بطهارة وبر ونصلي صارخين قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لك المجد إلى الأبد آمين. Shumi suerisom segum kinimat shoisi tarakin khito shoisen nepterin tisoto kosto yembarseno senseioni ben Matiom ve parimas ben sotiren agasos تبولين أخيسي بولارون تفسمنين أنت فيريني. سلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية. سلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانويل نسألك اشكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خط تنشيسي من نعظمك ومن نور الحقيقة المجدية ترعزاك قديسة الله لأنك ولدت المخصص العالم تفرس مسلم مجدك يا سيدنا المسيح فكر شكل الشهداء لا يصدقين سباتك أنا وفرقتنا وبش بس القدوس لو تروحي نسجد له المجد يا رب ارحم يا رب ارحم بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق سماء الأرض ما يرى وما لا يرى لهم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب فجرز به كان بلا شيء هذا الذي من أجل نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسم من روح القدس ومر من عذراء تأنى الصلب عنا العدو بالأسمنطي تألم من كبرى وقام بين الأموات في اليوم السادس كم كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي مجدي يدين نحن الأموات الذي ليس بقضاء نعم من بروح قدس رب مع مسك الآب نزل المجد مع الآب والابن الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جماعة صلينا نعترف معمودية واحدة في الخطايا تصل كلمة الأموات حضر الآتي أمين. تنجشت بالخيتين يا نستاسيس تنيرب موت نميون انت بي اونسنيو امين. افنوتي نينان قرر لنا رحمتك ترأف علينا افتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا. من كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. Stine flogison Vivros absciestosite irene pasi. Pneumatisu أيها السيد رب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لكم لأنها تبصر
ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بإنجيلك المقدس الباطي قديسي. يا رب رحم. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وفي الباطنة التي نقدمها إليك رب إلهنا، الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجانا كلنا، شفاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا. من مزامير أبينا داود النبي بركته على جميعنا. جربت قلبي وتعهدتني ليلا ومحصتني بالنار، فلم تجد فيا ظلما. ثبت خطواتي في سبلك فلم تزل قدماي. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا إلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. وكان يسوع يجتاز في المدن والقرى يعلم وهو سائر إلى أورشليم، فقال له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم يسوع: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا فلا يستطيعون. فإذا دخل رب البيت وأغلق الباب فوقفتم خارجا تقرعون الباب وتقولون: يا رب يا رب افتح لنا. فيجيب ويقول لكم: لا أعرفكم، من أين أنتم؟ حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا وشربنا أمامك وقد علمت في شوارعنا. فيقول لكم: إني لا أعرفكم، من أين أنتم؟ ابعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. إذ ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وأنتم مطرودون خارجا، ويأتون من المشارق والمغارب والشمال والجنوب، ويتكئون في ملكوت الله. وهوذا آخرون يكونون أولين، وأولون يكونون آخرين. في ذلك اليوم دنا إليه قوم من الفريسيين وقالوا له: اخرج واذهب من هنا، فإن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهم: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: ها أنا أخرج الشياطين وأجري الشفاء اليوم وغدا، وفي اليوم الثالث أكمل. ولكن ينبغي لي أن أسير اليوم وغد والذي بعده،
لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارج أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريدوا. هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، وإني أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي زمان تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب. والمجد لله دائما. جبني وتدخلني في قوي معرفته فوق انجي بكران مارسي انجتك متقور وشفوك ببي او شاني انجي في سمروت انجي بيو نم بشيرين ام ببنبما سواب تتريس تجيك فولتن واشتم وستنتيونس. أبانا الذي في السماوات السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، كلنا ذنوبنا كما نحن نحن أيضا مسلمين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لكم ملك والمجد والمجد آمين. بخريستوس يسوس بن شويس في السماوات كل كلماتي نوبيون سو كيريه ورسم السماء فوامي إيريني باسي. كذبنا بماتيسو. أيها السيد رب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل إله مخلص محيا، الذي نفخ فوق التلاميذ القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا: اقبل الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتموها عليهم أمسكت. أنت الآن يا سيدي أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة من قبل رسل الأطهار في كل زمان، أن يغفروا الخطايا ويربطوا حل كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي، هؤلاء المنحنين برسم ودم مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطايانا. إن كنا أخطأنا ليك بشيء بعد مبغرا بالفعل بالقول بصغر القلب بزع القلب، أنت يا سيدي العائر بضعف البشر كصالح ومحب للبشر. اللهم انعم لنا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا حالنا وحال سائر شعبك، ملانا من فوق. آمين آمين آمين. كيريه ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون من الليل ستريك يوكي أجم نماتك نكاي كيستوس يونستوني والله أشمل كوم وجيون شايسون بيرستود بيطام نرستمين رياغون يمني غورش أنت بسطن كنن نوستمون إنا كريا ليسون كيريا بلوكسون أميس موروس مويروي تيماتنيا كنيورغون باسمو خريستوس بنوتي. أمين سشوبي. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والعزة والبركة إلى الأبد. أمين. اجعلنا رب مستحقين ذب الشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. بذل الذي غدا أعطينا اليوم اغفر ذنوبنا كما نحن أيضا مذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد والمجد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وشركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. من أراد أن يمضي فليمضي. سلام الرب يكون معكم.
نصلي مع بعض ترنيمة كيف أنسى. يا ريت نصلي مع بعض. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي، كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفا عني وعن جرم الخطير، كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفا عني وعن جرم الخطير، ومحى كل ذنوب عمر التي تحكي تروي، كيف كان حبك ونجاتي ونجاحي، من وهبها لي سواك، وضيقاتي وجراحي قد شفتها لي يدك، هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العناء، هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العناء، وأرتل في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب. نحفظ مع بعض آية النهارده وبعد كده نقول لكم ايه الورق اللي معاكم ده. احنا قلنا الشهر ده بنتكلم عن آية ايه؟ عن الضيق، نتكلم عن الضيق. الآية بتاعت النهارده الناس تكتب، الناس اللي بتكتب تكتب ورانا، بتقول ايه؟ صالح هو الرب حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. دي موجودة في نحوم 1:7، موجودة في نحوم 1:7. صالح هو الرب حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلون عليه. نحوم 1:7. نقول مع بعض الآية، مش عايزين نبص في الورق دلوقتي، نحفظ الآية وبعد كده نبص في الورق، ماشي؟ نحفظ الآية الأول، نقول مع بعض الآية، يلا. صالح هو الرب حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلون عليه. تاني يلا. صالح هو الرب حصن في يوم الضيق، وهو يعرف
المتوكلون عليه. تاني يلا، في أحسن من كده. صالح هو الرب حصن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلون عليه. تقولوا لوحدكم يلا. صالح حصن وهو يعرف. في تاني أحسن يلا. صالح هو الرب حصن في يوم الضيق وهو يعرف المتوكلون عليه. احنا قلنا قبل كده مش عايزين ناخد الآية بالحفظ بس، نصليها ونتأمل فيها. صالح هو الرب حصن في يوم الضيق وهو يعرف. نحوم 1:7. آخر مرة عشان نشرح الورق ده بقى. آخر مرة بس قولوا صوت عالي. صالح هو الرب حصن وهو يعرف. نحوم 1:7. الورقة اللي مع حضراتكم هيتوزع دلوقتي بالنسبة للرجالة. الورقة الموجود مع حضراتكم اللي احنا وعدناكم بيها المرة اللي فاتت، فاكرينها؟ اللي هي أقسام الكتاب المقدس، اللي هي الأسفار الشريعة، أسفار تاريخية، أسفار شعرية، أسفار اللي هي النبوية، نبوات اللي هي الآباء الأنبياء يعني الكبار والصغار. زي ما وعدناكم بيها قلنا هنطبعها، ودي معاكم كده. أعتقد أسهل شوية صح؟ معاكم أسهل. في تحت خالص مربع شايفينه مكتوب فيه 5/12 5/5/12/9. معاكم مربع ده شايفينه؟ طيب الخمسة اللي هم لسه نايمين صح؟ طب بص انا هقول لكم بالراحه، يمكن الناس ما حضرتش معانا المره اللي فاتت اول مره. احنا قلنا اقسام الكتاب المقدس. كتاب مقدس متقسم عهد القديم وعهد الجديد. العهد القديم فيه تقسيم تاني. التقسيم ده هيكون اسهل بالنسبه لنا لما ندرس في الكتاب المقدس، هيكون اسهل لنا كتير نعرف اللي احنا بنقراه دلوقتي او بنصليه ده تبع انهي اقسام، انهي قسم الشريعه ولا التاريخيه ولا اسفار الشعريه. احنا قلنا رقم 1 عندكم في الورقه اسفار الشريعه، شايفينها؟ تحتيها في مربع مكتوب فيه اسفار مين؟ اسفار موسى الخمسه. اسفار موسى الخمسه دي اسمها اسفار شريعه. الشريعه اللي ربنا عطاها ايه؟ لموسى. مكتوب فيها اسفار، عشان كده قسمتها اللي هي اسفار ايه؟ شريعه. رقم 2 الناحيه الثانيه في مربع تاني اسمها الاسفار التاريخيه. الاسفار التاريخيه دي زي ايه عندكم في الورقه؟ يشوع، قضاه، رعوس، صموئيل اول، صموئيل تاني، ملوك اول، ملوك تاني، اخبار ايام اول، اخبار ايام تاني، عزرا، نحميا، استير. دي كلها احداث تاريخيه. احداث ايه؟ تاريخيه. فتقسمت في جزئيه الاسفار ايه؟ التاريخيه. وعددهم كام؟ عددهم 12. عددهم 12. نشوف رقم 3 اسفار شعريه، جاي من اسمها فيها زي الشعر. زي ايه موجود معاكم؟ زي ايوب، المزامير، الامثال، الجامعه، نشيد الانشاد. دي اسمها اسفار شعريه. اسفار ايه؟ شعريه، جاي من الشعر. دوت عددهم كام؟ 5. يبقى اسفار موسى 5، اسفار تاريخيه 12، اسفار شعريه 5. طب اللي بعديها شايفين مربع على ايدكم اليمين اللي هي انبياء الكبار. انبياء الكبار مكتوب عندكم اشعيا، ارميا، مراسي، ارميا، حزقيال، دانيال. وقلنا كلمه اسفار كبار مش معناها اللي هم الناس دي كبار في السن، لكن عدد اسفارهم كبيره. عدد اسفارهم اشعيا مثلا 66، فاهم؟ اسفارهم ايه؟ عدد اصحاحاتهم كتيره. عددهم كام؟ عددهم كام دول؟ 5. الناحيه الثانيه في انبياء صغار، وقلنا بردك مش صغار في السن، صغار في عدد اصحاحاتهم.
زي هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي. دولت عددهم كام؟ 12. آخر حاجة على إيدكم اليمين الأسفار القانونية التانية، وقلنا ما اسمهاش أسفار قانونية محذوفة، الكلمة دي مش صح. إحنا ما حذفناش حاجة، إحنا ما حذفناش حاجة، دي اسمها أسفار القانونية التانية، ودول عددهم 9. عددهم كام؟ 9. تتمة استير، طوبيا، يهودت، مكابين أول، مكابين تاني، حكمة سليمان، يشوع بن سراخ، تتمة دانيال، وباروخ. دول عددهم 9. عددهم كام؟ 9. يبقى كده المربع اللي تحت خالص فهمنا معناه ايه؟ فهمنا معنى المربع 5 12 5 5 12 9. طب لما اقول لكم 5 اللي هم أسفار موسى ال5، 12 أسفار تاريخية، 5 أسفار شعرية، 5 تاني أنبياء كبار، 12 أنبياء صغار، 9 الأسفار القانونية التانية. يبقى القسم بتاعنا نقدر نقسم الكتاب العهد القديم، نقسمه زي ما موجود مع حضراتكم، اللي هي 5 12 5 5 12 9. كده احنا قسمنا العهد القديم، كده قسمنا العهد القديم بطريقة سهلة، بطريقة سهلة. نيجي الورقة التانية، نقلب الورقة. بالنسبة للعهد الجديد تقسيمه سهل خالص، مكتوب فوق الأسفار التاريخية. الأسفار التاريخية كانت تبع يعني في تاريخ السيد المسيح، إنجيل معلمنا متى، مرقس، لوقا، يوحنا. عددهم كام دول؟ عددهم 4. عددهم 4. أعمال الرسل، أعمال الرسل نفسهم عددهم كام؟ 1. رسائل بولس الرسول 14، وقلنا من ضمنهم رسائل الأشخاص ورسائل المدن، زي رسالة روميا، كورنثوس الأولى الثانية، غلاطيا، أفسس، فيليبي، كلوسي، تسالونيكي الأولى والثانية، تيموثاوس الأولى والثانية، تيتوس، فيليمون، عبرانيين. دول عددهم كام؟ 14. عددهم كام؟ 14. الناحية الثانية رسائل الجامعة اللي هي تبع الآباء، زي مثلا اللي كتبها رسالة معلمنا يعقوب، رسالة بطرس الأولى والثانية، يوحنا الأولى والثانية والثالثة، ورسالة إيه؟ يهوذا. دول عددهم كام؟ 7. وآخر حاجة السفر النبوي، كنيسة يعني اسمه نبوي عشان كنيسة نبأت بيه في آخر الأيام. هو سفر واحد، سفر مين؟ سفر الرؤيا، رؤية يوحنا. يبقى 5 1 14 7 1. لا معلش، يبقى 4 1. كويس، صحصحين اهو. طيب 4 1 14 7 1. ايه هم الأربعة؟ نجيب الأربعة. الواحد أعمال رسل، 14 رسائل بولس الرسول، 7 رسائل الجامعة، 1 رؤية يوحنا. كده احنا قدرنا نقسم العهد الجديد، قدرنا نقسم العهد الجديد. يبقى 4 1 14 7 1. تمام؟ وكمان الورقة اللي معانا فيها الرمز بتاع كل سفر، فيها الرمز بتاع كل سفر. بالنسبة للأسفار القانونية التانية، اللي عايز كتاب عنها يسجل اسمه، ونحاول نجيب لكم الأسفار القانونية التانية اللي عايز يقرأ فيها. الأسفار القانونية التانية لها كتاب لوحده، الكنيسة عاملاه. الأسفار دي موجودة معانا يعني. في بقى الورقة التانية الصغيرة شايفينها؟ عايزين نكون إيجابيين فيها، عايزين نكون إيجابيين فيها. دي استبيان صغير بالخدمة بتاعتنا، يا ريتنا كلنا نكتب. احنا مش عايزين نكتب حد يكتب اسمه، اللي عايز يكتب حاجة يكتبها. عايزين نعرف ايه أكتر حاجة بتحبوها، وايه السلبيات والإيجابيات، وايه الموضوعات اللي انتوا عايزينها، وايه الفقرات اللي عايزين نحطوها. الورقة دي نكتبها، نكون فعالين فيها ونكون إيجابيين. مش محتاج حد يكتب اسمه عشان نعرفه، اكتبوا براحتكم. سلمها النهارده. في صندوق العطا نطبق الورقة نحطها،
لا النهارده عشان مفيش فرصه بكره. في صندوق العطا نطبق الورقه ونحطها، ولازم نكون ايجابيين فيها، كله يكتب، كله لازم يكتبها. سنة طيبين. بسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد آمين. مينا ولا علي شوي. خذوه أنتم وأحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا، ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجاب يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قال لك عني؟ أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك. لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة، ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصح. أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس. وكان باراباس للصن، والمجد لله دائما أبديا آمين. احنا بس بفكركم في الإصحاح 18 كان في أحداث كتيرة حصلت. إن المسيح كان في البستان بداية الإصحاح، وكان بيصلي، وجه يهوذا وسلم المسيح لليهود، وضرب بطرس أذن عبد رئيس الكهنة بالسيف، والمسيح شفاها له. بعد كده قبضوا على المسيح وراحوا بيه إلى حنان وقيافة اللي هم كانوا رؤساء الكهنة في الوقت ده. بعد كده دخل بطرس إلى دار رئيس الكهنة وأنكر المسيح زي ما قال له السيد المسيح كده: قبل صياح الديك تنكرني 3 مرات. بعد كده السيد المسيح راح قدام رئيس الكهنة وسألوه عن تعليمه، والسيد المسيح ما كانش بيجاوبهم. بعد كده خدوه لبيلاطس، وده بداية الكلام بتاع النهاردة. يعني بس بدي ملخص أو النقط اللي اتكلمنا عنها والأحداث اللي حصلت في هذا الإصحاح. وقفنا عند عدد 28 إن السيد المسيح واقف قدام بيلاطس عشان يتحاكم. جاءوا بيسوع عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح، يعني كان في الصباح، وما دخلوش دار الولاية عشان ما يتنجسوش. معروف إن الوالي روماني، وكان خلاص داخلين على الفصح، فكان لازم ما يخشوش لأماكن وكانوا
يعدوا الخطوات، وكانوا يحاولوا ان هم ما يتنجسوش، فمرضوش يخشوا دار الولاية، لان كان الملك في دار الولاية كان مش يهودي، كان روماني، لم يدخلوا لدار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. عشان بس لما نقرأ الكتاب المقدس نعرف هم ما دخلوش دار الولاية ليه. طب وليه هيتنجسوا؟ لأن الوالي روماني وليس يهودي، معنى يخشوا دار الولاية هيتنجسوا، وده يمنعهم ان هم يأكلوا من الفصح. ولذلك خرج إليهم بيلاطس وبدأ يتناقش معهم: انتوا جايبين يسوع ليه؟ أي شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ انتوا عاوزين ايه؟ والراجل دوت عاوزين منه ايه؟ أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. يعني هو لو إنسان بريء هنقدمه لك ليه؟ أكيد إنسان فاعل شر وإحنا جايبينه عشان تحكم عليه. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. مش هو يهودي وأنتوا شايفينه خارج عن الناموس، فخذوه أنتوا واحكموا عليه، جايبونه لي أنا ليه؟ فقالوا له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا، ما ينفعش إن احنا نقتل حد. ما انتوا جايبينه ليه؟ جايبينه عشان تقتلوه، مش عاوزين تقتلوه بإيديكم؟ ده مش بتقولوا حسب الناموس يقتل لأنه مجدف على الله؟ طب إزاي هو مجدف على الله والحكم الناموس أنه يقتل، ما قتلتوش ليه؟ فاكرين القصة بتاعت المرأة الزانية التي ضبطت في ذات الفعل؟ جم الكهنة والرؤساء الشعب عاوزين يرجموا هذه المرأة، يجي المسيح يقف قدامهم: انت عاوزين ترجموها ليه؟ قالوا له: موسى بيقول ان اللي تضبط في ذات الفعل ترجم بالحجارة لحد الموت. فإذا كانوا بينفذوا حكم القصاص أو حكم الناموس على هذه المرأة، اشمعنى المسيح؟ عشان كده السيد المسيح علق على هذا الكلام. قال لهم ايه؟ فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا. اليهود بيتكلموا مع بيلاطس، قالوا له: نحن ما نقتلش حد، ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. هم لو موتوه هيرجموه؟ لا، ده المسيح كان قايل عن نفسه أن ابن الإنسان سيصلب. اختار لنفسه ايه؟ الصليب. ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. عشان كده يقول هنا هو ليتم قول يسوع. قالوا لمين؟ قالوا لتلاميذه مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت، يعني كان في خطته هيموت إزاي. فكان اليهود يرجمون الإنسان، ما كانش يصلبوه. ولكن الحكم الروماني في ذلك الوقت كانوا يقتلون الإنسان مصلوبا لكي ما يكون عبرة للناس ويخافوا من حكم الناس الرومان. عشان كده صلبوا عن يمينه وعن شماله للصين. ايه للصين دول؟ كانوا قاطعين طريق وكانوا ناس خارجين عن القانون، فكانوا يصلبوهم في مكان عالي عشان الناس يتعظوا. فلان ده موتوه على الصليب ليه؟ عشان مجرم. فكانت الناس تخاف. ولذلك السيد المسيح هنا في تعليق معلمنا يوحنا أن اليهود رفضوا أن ياخدوا المسيح ويموتوه بطريقتهم. قالوا له: لا، احنا ما نقتلش إنسان، عشان يتم ما قاله رب المجد أنه معلق على خشبة، وعشان يتم النبوات اللي قالت زي داود النبي أن المسيح
ملك على خشبة في المزمور. فالمسيح ملك على خشبة الصليب، ملك على قلوبنا من خلال خشبة الصليب. فطبعا اليهود رفضوا ياخدوا المسيح يموتوه، وبيلاطس مش لاقي فيه علة عشان يصلبه أو يموته أو يحكم عليه بالموت. عشان كده دخل بيلاطس لدار الولاية وقال للمسيح تعال، ودعا يسوع وقال له أنت ملك اليهود؟ أنت ملك اليهود. تخيلوا كده، هو الوالي، بيلاطس الوالي، وبيتكلم مع المسيح وبيقول له أنت هو الملك؟ هل أنت ملك؟ أنت ملك اليهود. أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ يا ترى أنت بتقول أو بتشهد إن أنا ملك، ولا أنت سمعت من الناس إن أنا ملك؟ تفرق. لما أنت تشوفني كملك غير لما تسمع من إن أنا بقول عن نفسي إن أنا ملك. يعني أنت بتؤمن ولا أنت سمع الكلام ده؟ أجابه بيلاطس قال لعلي أنا يهودي وأنت شايفني أنا إنسان يهودي عشان أعرف عنك سيرتك أو الناس بيقولوا عنك إيه؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي. شعبك شعب إسرائيل جايين بيتهموك، بيسلموك لي كمذنب. ماذا فعلت؟ أنت عملت إيه؟ أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم. سواء أنت بتؤمن إني أنا ملك أو سمعت إن أنا ملك، عاوز أطمنك إن أنا مش جاي أنافسك في ملكك. أنا مملكتي ليست من هذا العالم. مملكتي سماوية وليست أرضية. وهو ده اللي بيحول الإنسان يا أحبائي. هل أنت تحب تملك على الأرض ولا مملكتك أنت في السماء مع المسيح؟ عشان كده المسيح بيطمن بيلاطس بيقول له أنا مش جاي أنافسك في ملكك. أنا مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود. لو مملكتي من العالم كان الناس اللي مؤمنين بيا كان دافعوا عني وما كانوش رفضوا، ما كانوش رضوا ان انا اسلم لايدي اليهود. ولكن الان ليست مملكتي من هنا، انا مملكتي مش من الارض. فقال له بيلاطس افانت اذا ملك؟ انت برضو ملك؟ اجاب يسوع انت تقول اني ملك. حقيقي انا ملك، وبقول لك انا مملكتي مش من العالم. لهذا قد ولدت انا ولهذا قد اتيت الى العالم لاشهد للحق. فالسيد المسيح بيأكد لبيلاطس انا ولدت في هذا العالم واتيت الى العالم لاشهد للحق. ايه هو الحق؟ لاشهد للاله الحق. بنقول في قانون الايمان كده اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر. انا جئت لكي ما اشهد للحق، الحق اللي هو الله. وانا والآب واحد. مش قال كده؟ قال انا والآب واحد. معنى ان المسيح يأتي الى العالم عشان يشهد للحق، يعني جاي من اجل رسالة الخلاص. كل من هو من الحق يسمع صوتي. كل انسان
من الحق يعني عارف كلمة ربنا فهو يسمع صوت الله. كل إنسان يؤمن بالحق اللي هو المسيح يسمع صوته. فاكرين في يوحنا 9 بيتكلم عن الراعي الصالح، يقول كده: الخراف تسمع صوته فيعرفها ويخرجها بأسمائها. كل من هو من الحق يسمع صوتي. تسمع صوته، تقدر تميز صوته. الذي هو من الحق، لو انت من الحق يعني انت بتؤمن بالمسيح هتقدر تميز صوت المسيح في حياتك. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ رب المجد نفسه. وأكده معلمنا يوحنا في نفس الإنجيل في قصة الراعي الصالح. إذن كل من يسمع من الحق يسمع صوته ويميزه. كل من هو من الحق يسمع صوته. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ الحق ايه ده؟ ايه هو الحق؟ الحق هو ربنا نفسه. ولما قال هذا ما استناش المسيح يرد عليه. ولما قال هذا خرج ايضا الى اليهود وقال لهم: انا لست اجد فيه علة واحدة. انا مش شايف فيه عيب، مش شايف فيه حاجة عشان احكم عليه بالموت. ده إذا كان إنسان غير يهودي وأممي ووالي وخايف على منصبه، لما يجي يتكلم مع المسيح ويلاقي إن هو بريء ويجي يشهد عن المسيح إنه ما فيهوش عيب ولا يستدعي منهم أنهم يقوموا عليه ويقتلوه، ده شهادة أخرى، شهادة من بيلاطس عن المسيح أنه بريء. أنا لست أجد فيه علة واحدة، ما فيهوش عيب. ولكم عادة، عاوز بقى يطلعوا بريء. هم عمالين عاوزين يحكموا عليه بالموت، وبيلاطس بيدافع عنه، بيقول لهم: طب انتوا ليكوا عادة كل سنة ان انا اطلق لكم واحدا في الفصح، تحبوا تختاروا مين؟ باراباس كان لص خطير ووحش خالص، ولا اطلق لكم يسوع؟ قالوا له ايه؟ اطلق لنا باراباس. شعب غليظ الرقبة. عشان كده لو تلاحظوا في انجيل عشية اليوم وانجيل عشية الخميس اللي جاي وانجيل الجمعة، جمعة ختام الصوم، هتلاقي السيد المسيح بيتكلم عن اورشليم، عن كل شعب اسرائيل. يقول لها كده: يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليك، كم مرة اردت ان اجمع بنيك فيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. كم مرة حبيت احطكم تحت حضني كما اخدكم في حضني وانتم مش عاوزين. شعب غليظ الرقبة، شعب مش عاوز يسمع لكلمة ربنا، مش عاوز يسمع للحق. يبقى الكتاب المقدس عنده وبيدور على قانون في العالم ومبادئ عالمية بعيدة عن الروحانية. ياما ناس بتعيش من أجل حياتها الجسدية، نأكل ونشرب وغدا نموت. ايه اللي خلى شعب إسرائيل بهذا الحال؟ يقول كده: تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء.
تركوا ينبوع الماء الحي اللي هو المسيح، كلمته، الإنجيل. الناس سابت الإنجيل ومبادئ الإنجيل عشان يحفروا لأنفسهم آبار مشققة. عارفين يعني إيه آبار مشققة؟ يعني بيار ما فيهاش مية. المسيح هو الينبوع وماء حي، زي ما قال للسامرية كده: من يشرب من هذا الماء لا يعطش إلى الأبد. ليشرب من ماء المسيح الماء الحي لا يعطش إلى الأبد. ليه بتسيب كلمة ربنا الحية في حياتك وتروح تحفر لنفسك آبار ما فيهاش مية؟ تحفر لك بير وما تلاقيش فيه مية. هو اللي بيماشي في العالم كده، اللي بيدور على شهواته في العالم، واللي بيدور على أفراح العالم، واللي بيدور على مظهرية حياته في العالم، ده كله إنسان بعيد عن الحق، بيحفر لنفسه آبار مشققة لا تضبط ماء. عشان كده أحكامهم على ربنا أحكام شديدة. زي ما الناس اللي هم عايشين في العالم بيحكموا على أولاد الله بأحكام شديدة، وما يعجبهمش حد، وإذا ما جاش كلام على هواهم ينقضوا ويتعبوا اللي حواليهم، خاصة البسطاء. يقول لك الكنيسة دي أحكامها صعبة، ويسمعوا كلام الناس الغريبة أو اللي عاوزة تثير الفتنة. عشان كده ياما ناس وتلاقيهم من جوه الكنيسة للأسف، وتلاقيهم معظم وقتهم جوه الكنيسة، مش داخلين الكنيسة عشان يعيشوا مع ربنا، لا عاوزين يعيشوا ازاي يستغلوا الكنيسة. نوعيات كتيرة من النوع ده، خلي بالكم. وياما ناس بتتصنع التقوى وبتتصنع المسكنة عشان تضحك على الناس البسطاء. عشان كده لازم ناخد بالنا. والمسيح لسه بيتكلم. رؤساء الكهنة وكتبة الشعب دول معلمين الكتاب المقدس في العهد القديم، المفروض يوصلوا الناس صح، يعرفوهم كلمة ربنا صح. لا اغلظت قلوبهم، ومن غلاظة قلوبهم كان الناس اللي ماشيين وراهم ماشيين في نفس السكة. عشان كده المسيح قال لهم كده: أيها القادة العميان، لا أنتوا دخلتم ولا جعلتم الداخلين أن يدخلوا. قادوا الناس في العمى بعدم حكمة. عشان كده كان قدامهم باراباس اللص وقدامهم المسيح، تختاروا مين فيه عشان يطلعوا براءة؟ يقولوا عاوزين اللص. عاوزين اللص. تطلع اللص اللي يهدد أمنك، والإنسان الوديع اللي يقول عنه الكتاب كده: كان يقول يصنع خيرا. هو ده اللي عاوز تصلبه وتقول كده دمه علينا وعلى أولادنا. ياما ناس بيعملوا كده، ياما ناس بتعمل كده وهي مش حاسة. عشان كده لازم تاخد بالك في أحكامك. ويقول كده: إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء اخرجي على آثار الغنم وارعي جدائك عند مساكن الرعاة. عارفين يعني إيه؟ إن لم تعرفي أيتها الجميلة يعني لو مش عارفة السكة، افتح تاني. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء، بيتكلم عن كل نفس بشرية. لو مش عارفة السكة
يقول لها اخرجي على آثار الغنم. ايه آثار الغنم؟ اخرجي على آثار الغنم يعني ارجعي إلى الناس اللي يرشدوك في الطريق، الناس اللي تعلمك السكة، اللي يعرفك ويدربك الطريق عشان تسلك في الحق، والحق يحررك. ويقول الذين بلا مرشد يسقطون كأوراق الخريف. لازم يكون ليك إرشاد، لازم يكون في سكتك وانت في طريقك لله، لازم ناس تعلمك الطريق، لازم تحكمك في الطريق. عشان كده متسيبش نفسك لأفكارك الشخصية، ولا ان اي حد يوجهك بعيدا عن معرفة الكتاب المقدس. نكتفي بهذا القدر، وبكده خلصنا الإصحاح 18، ونبدأ إن شاء الله في الإصحاح 19 إن أحيانا الرب وعشنا. ناخد نسحب طنبولنا رقم 4 رجال.